الدور موعودة يا اللي عليك الدور موعودة يا اللي عليك الدور. كان عندي حلقة في أمان الله لا بيا ولا عليا في قناة الشمس، لقيت حد بيقول لي الأستاذ شريف الجمعة اتكلم عليك وهاجمك، فقلت له ماشي يا ابني ايه، ابعت لي اللينك خلينا اشوف الراجل ده بيقول عليا ايه، وبيني وبينكم اهي فرصة اهو محتوى الواحد بيلاقي ايه يقعد يهري فيه شوية، وخلينا امشي وراكم زي ما انتوا عاوزين، وهنزل لكم الفيديوهات اللي انا اكون بتكلم عليها بدل ما افضل اقولها، وهغير في الصوت وهغير في الصورة وربنا يستر والفيديوهات ما تتقفليش، عشان الفيديوهات لو اتقفلت هنط في واحد من اللي قال لي اعمل كده، هروح انط فيه في كرشه. المهم ان الاستاذ شريف جمعه جمعني بيه لقاء تقريبا مره واحده في قناه الحدث، ما كنتش معايا في ضيف، ولكن كنت انا هناك عشان جات لي فتره كده عملت حلقتين ثلاثه في قناه الصحه والجمال. المهم ان انا قابلته في مره هناك وقعدنا اتكلمنا، وكان انسان لطيف وظريف والدنيا كانت ماشيه تمام وما كانش فيه اي مشاكل، فخلينا نشوف هو قال عليا ايه. مستضيف احمد المرغني لاعب الزمالك السابق. ما عنديش اسمه احمد على فكره، مؤدب وكان ليه مسيره كده اتقطعت بدري ربما بسبب تصريحات او حاجه او تجاوزات او كده. اولا شكرا يا استاذ شريف على كلمه ان انا راجل محترم، بس الحاجات دي انا اللي بعملها في الناس، فانت عايز تنيمني ولا انت عايز ايه؟ فمش اللي اعمله في الناس هيطلع عليا. المهم ان انت يا استاذ شريف بتقول ان انا مسيرتي اتقطعت بدري ومش عارف ليه الكلام ده حصل، وبتقول ربما بسبب التصريحات، ربما مش عارف ايه، قال يعني انت مش متاكد، فهل فعلا انت مش متاكد او مش عارف انا بطلت بدري ليه؟ خلي لسانك يطلع كلام وتويتات وتصريحات تقعدك في البيت وتمنعك من الكوره. الله، ما انت يا معلم عارف انا بطلت كوره ازاي، امال ايه ربما اللي انت قلتها في الاول دي؟ قال يعني مش عارف. المهم ان هو دخل في نيتي انا والاستاذ بليغ ابو عايد وبيقول تعالوا نشوفه احسن. ما انت هتجيب الضيف حاجه من اللي تنسال بقى، مذيع بقى قاعد الضيف هنا وبقول له احنا هنحلل المباراه وهنتكلم على الاهلي ورؤيته والمباريات وفرص الفوز، او احنا هنقلبها خناقه. اول لما انا اقول لك الاهلي وانجازه او هتشجع مين ارمي قول انا ما بشجعش. عيب. سيادتك هنا يا فندم بتتهمني انا والاستاذ بليغ ابو عايد ان احنا متفقين قبل الحلقه ان هو يسالني سؤال وانا ارد اجابه، وواضح ان الاجابه اللي انا رديتها دي هي اللي ضايقتك قوي. المهم انا مش عامل الفيديو ده علشان ادافع عن الاستاذ بليغ ابو عايد او مثلا عن الكابتن محمد عبد الجليل، لان هو كان الطرف الثالث اللي موجود معايا، فهو مش هيتفق معايا انا لوحدي، ما هو عايز خناقه بقى، انت بتقول ان هو عايز خناقه، فاكيد لما هيتفق معايا ومع الكابتن محمد عبد الجليل. اسهل رد انا ممكن ارد عليك بيه دلوقتي ايه؟ ان انا ممكن اقول لك ان مش علشان انت ممكن تكون بتعمل كده في البرنامج بتاعك وبتجيب الضيوف وتقول لهم انا هسال السؤال الفلاني وانت ترد مش عارف ايه عشان نشعل الدنيا والفيوز والحاجات دي، فيكون معناه ان احنا برضو عملنا زي سيادتك يا فندم. مش شرط خالص. وانا برضو لو ممكن دورت عندك في الحلقات بتاعتك ولقيت اي اتنين ضيوف ايا كان هم مين وحصل بينهم مشاده، حصل بينهم خناقه، حصل بينهم ان هم مثلا ان ده يغيظ ده وده يغيظ ده والكلام ده، فانا ممكن اقول لك ايه يا معلم، ان انت برضو متفق معاهم، ما تكونش مثلا ولدت اللحظه او ولدت الصدفه، لا ده انت اللي متفق معاهم لان انت عقلك الباطن اوريدي وداك لكده. المهم ان انا لما دخلت دورت على الحلقات بتاعتك، دخلت دورت تقريبا في حلقه او في حلقتين، ما لقيتش معاك ضيوف اصلا، انت بتطلع الساعه ونص لوحدك انت اللي بتتكلم، ممكن يدخل معاك مداخلات او حاجه، ولكن ما لقيتش معاك ضيوف، فبصراحه كسلت ان انا ادور انت اصلا بيطلع معاك ضيوف ولا لا، وانا لو دورت اكيد هلاقي يعني في مره من المرات في ضيوف ممكن يكونوا شدوا مع بعض في الكلام او ده نكش ده او حاجه، فهقول برضو على سيادتك ايه، ان انت متفق معاهم، الدنيا سهله وبسيطه، وبتقول انه عيب ان انا اتكلم في قصه ياباني وان انا ما بشجعش النادي الاهلي والقصه دي كلها. عارف كنت ممكن اصدقك في حلقه واحده بس، لو انت كنت مثلا طلعت قلت ان عيب للكابتن احمد بلال برضو ان هو ما يشجعش نادي الزمالك في بطوله افريقيا، كنت قلت الكابتن شريف عبد المنعم اللي جوه قناه النادي الاهلي قال برضو ان هو مش هيشجع نادي الزمالك وهيشجع الفرقه اللي ضدنا، كنت ممكن اصدقك ساعتها. كنت ممكن اصدقك مثلا لما كابتن اسلام الشاطر طلع قال لي ميدو انتوا عندكم كومودينو هو انا عندي دولاب، ساعتها كنت ممكن برضه اصدقك لان كانت هتبقى المعايير واحده عندك في الناحيتين، لكن انت ما عملتش كده، فهصدقك ازاي؟ وليه اصلا انا مش مجبر ان انا اصدقك؟ لان مواقفك
مش واحده في الناحيتين يا معلم. لكن زي ما انت دخلت في نيتي وبتقول ان انا كنت متفق مع الاستاذ بليغ ابو عايد، فاسمح لي برضو ادخل في نيتك زي ما عملت معايا. وممكن اقول لك ايه بقى، انت لقيت الفيديو مثلا سمع والناس كلها ابتدت تتكلم عليه، وشوف الحق مرغني قال ايه والقصه دي كلها، لان انا عارف ان التصريحات دي احيانا بتستفز بعض الناس، والاغلب اللي بيكونوا صغيرين في السن على السوشيال ميديا والكلام ده. فانت قلت ايه بقى، اما اخش اعلي انا كمان على الفيديو ده واتكلم على القصه دي عشان اعلي الدنيا عندي شويه. او ممكن اخش جوه نيتك تاني برضو واقول ان انت كلمتني قبل ما تقول الفيديو ده على الهوا، الاعداد عندك كلموني، بس انا ساعتها كنت في برنامج البريمو على الهوا، فما عرفتش ارد طبعا وما عرفتش اعمل معاك المداخله. فممكن ايه بقى، انا هدخل جوه نيتك برضو زي ما دخلت جوه نيتي. فممكن ايه بقى، ان انت قلت ايه، كلموه وقالوا لك ان انا ما ردتش، فقال لك ما ردش، طب تعالى بقى ايه، وسخنت وده وقعدت تقول ده هو وكذا وكذا وكذا، وسخنت وعملت وقلت الفيديو اللي كلنا هنشوف بعد كده انت قلت عليا ايه. فهتدخل في نيتي يا معلم، استحمل، هدخل انا كمان في نيتك. المهم كمل، انت كنت بتقول ايه كمان؟ ولكن تطلع تقول انا ياباني وعمري ما اشجع الاهلي. عمرك هو الاهلي مش مستنيك لا انت ولا 10 زي المرغني يشجعوه. وانت لو ياباني طياره واطلع على اليابان. انت انت بعد هزيمه فريق اوراوا الياباني وبطل اسيا من النادي الاهلي، خد بعضك يا مرغني واطلع على اليابان. انت ليك عيش هنا، اطلع انت بقى هناك، سمي نفسك تيكي هاتشو، اي حاجه من الحاجات دي بقى. معلش انا ممكن اسمي نفسي ايه تاني؟ قولها تاني كده معلش. سمي نفسك تيكي هاتشو. طب يا اللي مذيع، يا اللي بتقول اسالوني انا كمذيع، يا اللي بتقول لي الاهلي مش مستنيك لا انت ولا 10 زيك ان هم يشجعوا النادي الاهلي، بس واضح يا فندم ان انت عندك المهنيه بعافيه شويه. او ممكن انا اسف يعني زيك زي العيال الصغيره بتوع السوشيال ميديا، لما يخشوا يشوفوا اي فيديو يشوفوا ثانيتين ثلاثه وما يكملوش يشوفوني قلت ايه في بقيه الفيديو، فيروحوا يسخنوا ويقعدوا يشتموا ويغلطوا والقصه دي كلها. طيب المهم فين انت بقى مهنيتك كمذيع يا كبير، يا اللي بتبقى عارف كل حاجه؟ المهم تعالى انا هسمعك بودانك انا قلت ايه في بقيه الفيديو، وبعد كده هرجع لك تاني. انا قلت النادي الاهلي يخسر. هل النادي الاهلي ككيان كبير هيفرق معاه ان انا اقول يكسب او يخسر؟ لا، كده كده النادي الاهلي ده كيان كبير، ونادي كبير ده غصب عني مش بمزاجي. نادي الزمالك برضه كيان كبير واسم كبير، ده غصب عن اي حد مش بمزاج حد برضه. كلامي لا هيقلل في النادي ولا هيزود. بس فهمت بقى يا استاذ شريف ولا نقول كمان؟ الفكره يا استاذ شريف انا راجل واضح وصريح، انت شايفها او عايز تاخدها عكس كده فانت حر، بس ما تعملش عليا روش وتطلع تقول كلمتين وتعمل فيها الواعظ الكبير علشان لمجرد انت سمعت كام ثانيه من الفيديو وما كملتوش كله. ولا فين بقى مهنيتك يا مذيع يا كبير، يا اللي بتقول اسالوني انا وانت عارف كل حاجه؟ ولا كل ده علشان انا ما ردتش وما عملتش معاك المداخله على الهوا؟ المهم كمل يا معلم. قال له اسال شيكابالا هتلاقيه بيشجع الاهلي وبيدعم الاهلي. قال له لا انا عارف ايه اللي جوه شيكابالا، انت هتلبس كمان شيكابالا؟ مش بقول لك يا معلم انت متسرع واهوج، وخلي بالك ده ممكن يكون بحكم سنك، لان باين من اندفاعك وتسرعك وتهورك، وباين كمان على وشك ان انت شكلك بيبي فيس، فشكلك مش مدي ان انت كبير قوي في السن او حاجه، ان انت يعني مش لسه ناضج كفايه علشان تسمع وتفهم انا قلت ايه بالظبط. بس واضح كده يا معلم ان حد حكي لك، انت ما شفتش الفيديو، لان انت لو شفت الفيديو مستحيل كنت هتقول الكلمتين دول. فتعالوا نشوف انا قلت ايه في اللقاء ده في قناه ETC، وهل اللي انا قلته فعلا زي ما بيقول انا عايز البس شيكابالا معايا ولا لا. عارف انت مش شيكابالا انت معجب بيه قوي؟ طب اساله كده هتشجع مين بكره؟ هقول لك مش عايز اتكلم بلسانه عشان ما احرجوش. وخلي بالك يا ابراهيم مش عايز اتكلم بلسان شيكابالا علشان ما احرجهوش، عشان لو قلت او لا انا ماليش دعوه، انا مش هتكلم بلسان حد علشان ما احرجش حد معايا ويبقى مضطر ان هو يكون موافق على الكلام اللي انا هقوله. المهم ان انت بعدها رميت افيه عالمي، ممكن اسمعه كده واسمعه للناس. انا ياباني في غير ملكك انت. ياباني ايه يا مرغني؟ ايوه يا حبيبي كمل سامعك. هو الاهلي اللي قعدك في بيتكم؟ هو الاهلي اللي خلاك تعتزل؟ هو الاهلي اللي خلاك تبطل كوره؟ هو الاهلي اللي خلى لسانك يطلع كلام وتويتات وتصريحات تقعدك في البيت وتمنعك من الكوره؟ هو الاهلي اللي قال لي 3 4 انديه كل ما تروح يقول لك لاسباب
مجهولة الاستغناء عن المرغني قبل ما يتمرن. الأهلي ماله؟ يعني أنت إيه أزمتك؟ زي ما انت قلت في اول الفيديو يا معلم ان انت راجل مذيع، طيب ما تخلي الاعداد عندك يشوف انا قلت الكلام ده ولا لا. ولا اقول لك ما تيجي نشوف مين اللي قال ان النادي الاهلي جالي علشان ادافع عنهم، وان انا حصل لي مش عارف ايه بسبب النادي الاهلي ورحت مش فاكر فين وامن الدوله والقصه دي كلها. ما تيجوا نشوف. في عز الأزمة بتاعت ترك آل الشيخ اتصال من مسؤول في قلب المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي. النادي بيتهان وإحنا بنتعرض لإهانة وبنتعرض لتشويه وكذب وحرب علشان نتدمر ونقع، وإحنا محتاجين مساندتك معانا. أنت أهلاوي وليك مواقف محدش ينساها. قلت لهم وأنا رقبتي، قالوا لي أنت حائط الصد بتاعنا. جيت عملت فيديو لايف تحت عنوان الرد على أكذوبة ال 260 مليون جنيه، ورديت. أنا عارف إن هناك التصرف في أمن الدولة، أنا لسه خارج، يعني أنت عارف شريف اتعرض لإيه. خرجت وسكت وكتمت والكل بيتهرب. قعدوا فترة طويلة أسابيع يكنسلوا عليك، يستخبوا، ما يردوش على رسايلك. انت بتقول ايه؟ مسؤول في المنظومه الاعلاميه كلمك عشان تطلع تدافع عنهم وتقول الكلمتين دول؟ لا 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 لا، عيب 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 يا اخي، عيب يا اخي تتهم الاتهام ده للنادي الاهلي. ده الاهلاويه كده حتى يزعلوا منك. المهم بقى ان انت جبت سيره امن الدوله وان حصل مش عارف معاك ايه وان انت عارف بيعملوا ايه والقصه دي كلها، وبتقول ان انت بعدها فضلت تتصل بيهم كذا مره وهم منفضين لك ومحدش بيرد عليك. يبقى انت بقى علشان كده بعدها كنت بتهاجم إدارة النادي الأهلي وكنت بتصفي حسابات معاهم يا معلم. طب خليني أسألك سؤال، هو النادي الأهلي هو اللي خلاك تروح أمن الدولة ومش عارف إيه؟ هو النادي الأهلي اللي خلى الأفراد دي هي اللي ما تردش عليك وتسوحك وتخليك تعمل كذا وكذا؟ هو النادي الأهلي مش عارف إيه والتيت والشريط زي ما قلت لي؟ بس خليني أسألك سؤال، هو اللجان جوه النادي الأهلي بتتشكل إزاي أو الناس بتشتغل فيها إزاي يا أستاذ شريف؟ لجان من الحبايب والقرايب والنسايب. اقسم بالله ما اعرف واحد عضو لجنه، رئيس لجنه ماسك لجنه علشان بيكتب تويتات يقول بيبو بيبو الله يا خطيب. اقسم بربي مسكوا لجنه اللي يكتب تويته يقول له ايوه يا كابتن. انت شفت كابتن؟ لا نمسكوا هاتوه يمسك لجنه، هاتوه يمسك لجنه. ملف الاجانب فاشل، هتفتح بقك وتقول ملف الاجانب فاشل؟ انت عارف احنا جايبين 11 بنج، 11 بنج وكله بحسابه يا حبيبي، دي شغلانتهم. تيجي تقول كذا تاخد شتيمه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا كنت بسأل على اللجان اللي بتشتغل جوه النادي الاهلي يا معلم، زي لجنة الكورة، لجنة التخطيط، ايا كان اللجنة اللي بتشتغل جوه النادي. تفاجئني انت كده بالكلام ده؟ يعني على حسب كلامك اللي بيدافع عن النادي الاهلي على السوشيال ميديا بيشتغل في لجان جوه النادي الاهلي، ان اي حد يطلع يقول كلمتين بسك عليه ويهجم ومش عارف ايه والقصة دي كلها. وبتقول كمان ان في 11 بيج او 11 صفحه يشوفوا اي حد داخل يقول مش عارف ايه هوب بسك عليه ومش بسك عليه والكلام ده كلام خطير جدا، خلي بالك. لا لا بس عيب يا اخي، عيب يا اخي الكلام اللي بتقوله على المنظومه او على اللجان او على الناس اللي بتشتغل جوه النادي الاهلي. ده انت اهلاوي، ما ينفعش تبقى انت اول حد بيعض في الناس دي كده. ولا هي بقى تصفيه حسابات عشان الناس ما كانتش بترد عليك وعشان هم سوحوك وقالوا اطلع دافع واعمل مش عارف ايه؟ هل دي تصفيه حسابات؟ هل النادي الاهلي هو اللي عمل فيك كذا؟ هو اللي اداك امن الدوله؟ هو اللي... يا معلم انت سالتني السؤال ده، طب ما تساله لنفسك. المهم في مره كنت انت في برنامج اسمه استجواب والمذيعه بتسالك على الفيديو ده وبتقول لك ان النادي الاهلي يعني مش محتاج اعلاميين، النادي الاهلي عنده اعلاميين كتير زي كابتن شوبير ومش عارف ايه والقصه دي كلها وعنده قناه. وانت قلت لها مين يعني اللي هيطلع يرد؟ قالت لك زي مثلا الاستاذ المنيسي والاستاذ عادل القيعي. فهو انت رديت قلت ايه؟ طب كان مين في قناه النادي الاهلي يتكلم؟ ابراهيم المنيسي يتكلم، عبد القيعي يتكلم، اي حد يتكلم. ما هم ابتعدوا في الفتره ديت وقالوا لا هنتكلم ولا هنرد ولا هنتدخل. يا جدع يا جدع مش هيتدخلوا ازاي يا جدع؟
ده عندهم برنامج اسمه ملك وكتابه، اي حد بيجيب اسم او سيره النادي الاهلي بيطلعوا يردوا وبيدافعوا. اشمعنى دي بقى بالذات اللي مش هيطلعوا يردوا يا اخي؟ اوعى تكون فاكر ان انا كده قاصد ان انا البسك مع جمهور النادي الاهلي، لا سمح الله، لا 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 لا، اوعى تفهم كده. المهم ان هي بتقول لك هو انت يعني لو ما كنتش دفعت او اتكلمت في القصه دي عن النادي الاهلي كان النادي الاهلي هيقل حاجه او كان هيزيد حاجه؟ واخد لي بالك من السؤال اللي هي سالته لك؟ لو انت ما كنتش دفعت عن النادي الاهلي كان الاهلي هيقل او هيزيد حاجه؟ هو انت رديت قلت لها ايه؟ معلش، هو النادي الاهلي نفسه مجلس الاداره في وسط الاتهامات دي رد عن نفسه؟ اللي رد العبد لله، هم ردوا عن نفسهم. انك انت رد على نفسهم، هم ردوا. عارفه رد بعد قد ايه؟ وعندهم مدافعين. عارفه دول ردوا بعد 3 سنين، وعندهم رجاله وعندهم جمهور وعندهم ناس كتير. والله ما كان حد يجرؤ يقول اللي انا قلته، والله ما حد كان يجرؤ، ما حدش كان يجرؤ. انا بقول لك اصل موجوده، هاتيلي فيديو واحد رد قال رد اي اهلاوي من المنظومه اللي انت قلت عليها، والاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عبد القاعي، طلع قال بن محدش رد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ محدش يجرؤ فيهم ان هو كان يرد؟ قصدك يعني ان هم كانوا خايفين، ولا مكسور عينهم، ولا مش راضيين وخايفين ولا يجرؤوا ان هم يردوا ليه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس بقول لك ايه يا معلم، هو انت كنت قلت حاجه كده من اللي اتقالت عليهم وهم سكتوا؟ ما تسمعني كده يا معلم، هم اتقال عليهم ايه وسكتوا؟ اتقال على الاهلي الاقزام. انا مش عايز يعني انا برضه بحاول يعني هل الفيديو اتقال لا 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 لا، كفايه كده يا معلم، انا مش هدوس عليك اكتر من كده، عشان انا حاسس ان انا لو زودت ودورت ودعبست اكتر من كده من الحاجات اللي انت المفروض كاهلاوي بتقولها على الاداره وبتقولها على الحاجات دي، انا حاسس والله في اخر الفيديو ده الاهلاويه هيجيبوك هيقيموا عليك الحد. فوالله العظيم انت صعبت عليا، ومش هتك اكتر من كده ومش هزود، علشان ما اعملكش مشاكل مع حد في الجمهور، او كده كده انت عندك مشاكل مع الاداره بقى خلاص، فايه فمش مشكله. بس انا يهمني احافظ على صورتك قدام الجمهور، وان انت بقى مالكش في جو تصفيه الحسابات والكلام ده. المهم خليك معايا يا معلم، كمل، قلت عليا ايه تاني؟ الزمالك يفضل هو الزمالك بقيمته وكيانه وبطولاته وتاريخه، والاهلي هيفضل هو الاهلي بقيمته وكيانه وتاريخه، لا بتشجيعك ولا بمهاجمتك للاهلي. طب يا معلم ما قلتش الكلام ده لنفسك ليه؟ لما طلعت وقلت انا اللي دفعت وانا اللي عملت وانا اللي سويت والقصه دي كلها، ورحت قايله عليا انا، في حين ان انا في نفس الفيديو طلعت قلت الكلام ده اصلا من نفسي. المهم كبر دماغك يا عم، انا مسامحك والله العظيم، يعني ربنا يعلم حتى على الفيديو ده كده بعمله محبه. المهم انت كنت قلت لي حاجه في الاخر كده، هي ايه؟ يا اخي اتكسف بقى، يا اخي اتكسف. بالظبط كده، يا اخي اتكسف بقى. المهم انا كده استكفيت وخدت اللي انا عايزه، وكل ده زي ما اقول لك في فيديو واحد، ولو عايز كمان قول كمان. وصحيح الاستاذ المحترم المعد بتاعك الاستاذ اسلام كان كلمني ان انا اطلع معاك في حلقة على الهوا، فهل يا ترى موقفك ده هيبقى لسه زي ما هو بعد الفيديو ده ما هيوصل لك او هتشوفه؟ لان انا لما قال لي ان انا اطلع معاك قلت له يا ترى هو هيستحملني، فيا ترى يا معلم انت هتستحمل ولا لا؟ سلام.